فزروا هعمل ايه دلوقتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاسس اني بقالي فتره كبيره جدا ما عملتش فيديوهات يوتيوب، فانا مش عارف ابدا ازاي اصلا. بس انتوا وحشتوني جدا 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 بجد. انا نفسي التزم على اليوتيوب جدا، لاني بجد هو كابليكيشن اصلا معزته عندي اهم من ابليكيشنز تانية بجد. بس هو المشكله ان هو بياخد مني مجهود جامد في التصوير وفي الكلام وفي الايديتنج وفي كل حاجه يعني، وعندي شغل كتير للتخرج. فقلت النهارده اخدكم معايا عشان اتشجع ليا وليكوا تقوموا تعملوا اللي وراكوا يعني وكده. فعملت نسكافيه ودلوقتي هنبدا نشتغل. عندنا حاجات كتير النهارده، عندنا نعمل لوحه مناظر وعلى الاقل حضرها كويس، وعندنا 16 سكتش رسم سريع وسكتشات التخرج كده كده، وهنشتغل شويه على اللاب. فيلا بينا. هانت خلصنا اول اوتلاين لاول مشروع. المفروض بقى نبتدي نحضره مثلا او نشتغل عليه بقى، اشتغل عليه شويه وارجع لكم تاني بقى. الجو دلوقتي تحفه، ومن هنا عرفت ان انا داخل على دور برد. انا عملت الاوتلاين كده بتاع ماده مناظر، عايز اشتغل على سكتشات شويه بتاعه التخرج، لان دي اهم حاجه طبعا السنه دي، وانا يعني اترفض لي حاجات كتير، فعايز اركز في دي قوي المره دي ان شاء الله يتوافق عليها يعني. فزروا هعمل ايه دلوقتي؟ بص اهو موبايل اهو، بص يا بكا على الموبايل على الكاميرا لسه مصور. بقى عندنا 16 سكتش على ورق كرافت دستل. انا هجيب لكم علبه دستل جايه لي هديه من وانا صغير في اعدادي، مش اعدادي كليه، اعدادي مدرسه، بس لسه هدور عليها، بس تعالوا نخلص بقى بجد. المشكله ان ماده الرسم السريع دي بتاخد مني مجهود انتوا مش متخيلين يعني في مواد اصلا ما بتاخدش مني المجهود بتاعها ده بجد. ليه في التخرج اعمل كل ده بجد يعني هو شغل التخرج قليل يعني؟ بدور عليهم بالاشواق، لان انا كنت سايبها هنا والدرج يعني مهما نضفه بيتبهدل، مش عارف، بس ان شاء الله الاقيها كانت لوحدها يعني. اهي انتوا كنتوا عايزين اصلا اعمل لكم بيها توتوريال، كنتوا طالبين مني على الانستجرام تابعوني هنا وهنا، وكنتوا طالبين مني توتوريال ليه علاقه بالالوان دي عشان ما جربناش ولا مره قبل كده، هنجربها دلوقتي في الكرافت. طيب يا جماعه، بعد استخدام 4 سكتشات للالوان دي، انا متاكد ان هي حاجه جميله جدا جدا جدا، بس مش في السكتشات السريعه خالص، مش حاجه بتعملها كده وانت ملزم. عارفين لو حاجه كده ارتستيك حاسس ان هي تطلع حاجه حلوه يعني. انا عندي دلوقتي شغف استخدمها في حاجه فنيه، بس ما فيش وقت، ما عنديش وقت اصلا ده دلوقتي، انتظروني. هي دي العلبه برضه عشان لو عجبتكم. وهنا مكتوب تقريبا اسامي الدرجات هنا. الفيديو ده اول فيديو تقريبا ليا وانا في سنه 5. ما صورتش اهم فيديو ليا على القناه هنا اللي بصوره كل سنه، كان بيبقى فيديو مهم جدا لسنه رابعه، اللي هو بجمع لكم فيه المشاريع وبعمل فيدباك عن السنه كامله. بس للاسف كنت يعني طول الاجازه كنت بشتغل، فما كانش عندي وقت خالص ان انا اعمل فيديو يوتيوب. وبصراحه موضوع التشجيع ده بيفرق، وانا هنا ما عنديش الموضوع ده يعني. اليوتيوب هنا ضعيف معايا شويه في الدعم يعني وكده، او الناس ما عادش بتحب تقعد على فيديوهات طويله او حاجه. بس هو يوتيوب عايز محتوى، عايز كلام، عايز شغل، عايز حاجات كتير. المهم عايزين بقى نعمل ايه بقى. كنت نفسي اعمل الفيديو ده لان حاسس ان ظلمت نفسي اني ما عملتش فيديو يعني. بجد اكتر سنه انا عملت فيها شغل حلو فعلا كانت سنه رابعه، من حيث حاجات كتير قوي يعني، بالذات في الشغل اللي اسمه ايه، في المناظر، في الموديل، في كل حاجه يعني. كنت عامله في الحفر، كنت عامل شغل حلو وانا فعلا حابه وانا بعمله، بس الموضوع بصراحه ما قدرتش اعمله فيديو يعني. فهحاول اخر السنه او لو فضلت في نص السنه اعمل لكم فيديو كده. ما عرفتش هينضم من سنه 5. معلش انا بابا عمال ابص على الكاميرا هنا، بس انا كل شويه عيني بتيجي عليا فمعلش. خلصنا بقى كده، عملنا 4 سكتشات رسم سريع، 4 ولسه الباقي، لسه 12 سكتش. ودلوقتي بقى هشتغل شويه على شغل التخرج. طيب الحمد لله، عملت تقريبا كل اللي انا كنت عايز اعمله النهارده، عملته خلاص. فكفايه كده النهارده، واشتغلت شويه على اللاب، فكفايه كده النهارده. واشوفكم في فيديو جديد، ولو في اي افكار او اي اسئله او اي حاجه انتوا محتاجين تعرفوا عنها وانا عارفها، مش هبخل عليكم طبعا، فاكتبوا في الكومنتات اللي انتوا عايزينه. عشان بكلمكم دلوقتي وانا خلاص اليوم بالنسبه لي خلص. يلا تصبحوا على خير، باي باي.